السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا عارف ان انا خلال الفترة الاخرانية دي مقصر جامد مع الجروب، بس ده ليه اسباب يعني. آه، آه، كان رمضان زائد ان الفترة الاخرانية كان الشغل عندي في شوية دروبات كده، بس الحمد لله يعني بنحاول نتعامل معاها. الشغل اللي انا بشتغل فيه حاجه ملهاش علاقه بمجال السيارات خالص حاليا يعني، ولكن يعني الله المستعان، دعواتكم ادعوا لي وربنا يحسن الاحوال ان شاء الله. خلال الفتره الاخرانيه، طبعا هتكلم في كذا نقطه معاكم سريعا كده، بحاول قدر الامكان الفيديو ما يكونش طويل يعني. خلال الفترة الأخرانية موضوع تسعير العربيات ده داخل في الحيط، خاصة مع آه، يعني زيادة الأوفر برايس، وإن تقريبا تلات أرباع الناس بقت شغالة تجار يعني أنا أعرف ناس شغالة في الصيانات وفي الحاجات اللي زي كده، قلبت بقت تجار عربيات، يشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع. عشان كده كان عندي مبدأ وما زلت مستمر عليه، ان اي استفسارات ليها علاقة بموضوع التسعير والكلام ده يعني اعفوني منها، انا مش هقدر اخدم حد في النقطة دي، لان مفيش حاجة واضحة طبعا يعني. وربنا يعين الكل يعني، سواء اللي عنده عربية وقد يكون مضطر يبيعها مثلا او حاجة، او اللي ما اشتراش ولسه بيدور، او ما كانش عنده الامكانية وبقى عنده الامكانية بعد ما الدنيا دخلت في الحيط. فيعني ربنا يكون في العون. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية بخصوص الصيانات والحاجات اللي زي كده، في جزء لا بأس به احنا غطيناه في فيديوهات قبل كده، زي ايه افضل زيت، وليه المواصفات بتاعة الزيت بتفرق، وليه احط 10,000 ما احطش 3000 و5000، ويعني ايه اصلا 3000 و5000، ان الموضوع بيبقى قائم على تصنيف نوع الزيت، والحاجات دي اتكلمنا عنها في فيديو. وكل ما يتعلق بزيت الفتيس اتكلمنا عنه في فيديو، ومية التبريد والحاجات اللي زي كده، حتى الكاوتش من ضمن الحاجات اللي غطيناها في فيديوهات قبل كده. وانا مش حابب اعمل فيديوهات مكررة، يمكن ده برضو جزء من الاجزاء اللي ليها علاقة بفكرة ان ليه ما بينزلش فيديوهات جديدة. ان مش عايز اهري في المهري يعني، مش عايز كل شويه اقعد اطلع اقول نفس الكلام. الفيديوهات موجوده، وحتى لما حد بيستفسر مني حاجه ببعت له لينك الفيديو عشان اختصر عليه وقت يعني. دي تاني نقطه. النقطة التالتة بقى قطع الغيار، ودي حاجة نقطة شائكة جدا الفترة الأخرانية. إن خلال الفترة الأخرانية موضوع قطع الغيار بقى مبالغ فيه بشكل مش منطقي، سواء من ناحية التسعير أو من ناحية حتى الجودة يعني. حابب حتى احكي لكم عن تجربة انا مريت بيها يعني، مع شخص انا شخصيا كاحمد كنت بعتبره اخويا يعني، وربنا يشهد على كده. ان احتجت ان انا عندي طبع، لما باجي اعمل صيانات في عربيتي مثلا، ما بحتاجش لفكرة ان انا استنى لحد ما يجي ميعاد الصيانة وبعدين اقوم دافع قيمة كبيرة. بحب اقسم الموضوع بحيث ان التكلفة المادية تبقى خفيفة عليا. كل شهر مثلا بجيب حاجة مثلا، يعني شهر اشتري فلتر بنزين، شهر اشتري فلتر هواء، شهر اشتري الزيت، شهر اشتري بعديه تيل فرامل، وهكذا. فرحت للأخ الصديق العزيز ده، سألته قلت له أنا محتاج، أنا كنت بستخدم آه، تيل الفرامل الهاي كيو، بحيث ان هو حاجة كوري المفروض وتبع الشركة الهندسية، ومحدش بيشتكي منه يعني، شغال واعتمادي وكويس. ولكن الواحد دايما في الحاجات اللي ليها علاقة بالكاوتش والفرامل بالذات، خاصة ان انا عندي اطفال يعني، وبيركبوا معايا العربية اوقات كتير، فالموضوع بيبقى بالنسبة لي حساس جدا يعني. قلت له انا محتاج ان انا اجيب التيل الاصلي بتاع العربيه، هل هتقدر توفره لي؟ قال لي لا موجود ان شاء الله واجيبه لك، وعادي وسهل ومش عارف ايه وبتاع.
طبعا تواصلت مع كذا حد من خلال الجروب من عندنا بحيث ان انا اسال على الاسعار واستفسر وكده، وجمعت داتا. يعني عرفت السعر في الوقت اللي انا كنت بشتري فيه قد ايه وعرفت امكانيه التوافر، وكان في ناس ازيد من السعر اللي هو قال لي عليه وناس انزل من السعر اللي هو قال لي عليه. ولكن في الاخر بما انه انا شخص انا بثق فيه يعني، فرحت جبت التيل من عنده. وبعدها بكام شهر بقى لما جه ميعاد الصيانه ركبت التيل في العربيه. مجرد ما ركبت التيل في العربيه وانا حاسس بان في مشكله. المشكله عباره عن ايه؟ ان انا لما باجي ادوس فرامل العربيه كانها ما بتفرملش، والاي بي اس بيروح متدخل على طول. طبعا فكره ان الاي بي اس يتدخل دي مشكله، لان الاي بي اس المفروض ان هو ما بيتدخلش الا في الطوارئ. ف ما كملتش اسبوع ورحت تاني لنفس مركز الصيانه اللي انا كنت عملت فيه الصيانه، قلت لهم حصل معايا كذا 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 كذا. قالوا لي وارد ان يكون في مشكله في الاي بي اس مثلا، فهنشيك عليه بالكمبيوتر. شيكوا بالكمبيوتر مفيش حاجه، تمام. الاي بي اس كحساسات وحاجات زي كده ما فيهوش مشاكل خالص. طيب ايه المشكله اللي حاصله؟ قالوا لي يعني هي الطنابير عندك سليمه ما فيهاش مشكله، فالتيل اللي انت لسه مركبه وارد ان يكون فيه خلل ما. فكينا التيل وصنفرناه وركبناه تاني. مشيت شويه بالعربيه يعني مش حاسس بتحسن. فضلت على الموضوع ده كذا شهر، يعني فضلت شهر واتنين وتلاتة. خلال الفترة دي كلها كنت كل شوية اكلمه اهزر معاه اقول له يا صديقي انت متأكد ان التيل ده اصلي يا ابن الحلال؟ العربية بيركب فيها عيالي يعني. فيقول لي لا طبعا عيب عليك وبيني وبينك التوكيل، وروح دور وابحث وشوف وبتاع، وانا تحت امرك واخوك وفي ظهرك وكده. ماشي. لحد ما جيت في لحظة يعني كان في موقف طارئ كده في العربية، فاحتجت ان انا ادوس الفرامل جامد، والاي بي اس طبعا اتدخل بدري والحمد لله عدت على خير يعني. ولكن حسيت ساعتها بقى ان لا، ما ينفعش يتسكت على كده. الكلام ده بعد قد ايه؟ بعد 3 4 شهور. انا حاسس ان انا قلقان، بلس ان كل مثلا شهر عدوا رمضان، يعني يشيل رمضان من النص، وكل شهر تقريبا بروح لمركز صيانه مختلف عن المركز اللي انا حتى مركب فيه، بحيث ان هم حتى يعني انا شاكك ان ممكن يكون في حاجه غلط. يعني ان وارد ان يكون الشخص اللي ركب مثلا غلط، الطنابير عندي انا فيها مشكله فهي اللي بتزحلق التيل. ولكن الموقف الاخير بقى لما رحت لحد بتاع صيانه انا بثق فيه، سافرت له مشوار يعني، فك التيل وقال لي التيل ده مش اصلي. ازاي يا ابن الحلال؟ انت بتتكلم ازاي يعني؟ ما المفروض التيل ده انا جايبه من حد ثقة، وانا بعتبره اخويا ومع ان انا عارفه من على الجروب يعني. ولكن بعدها يعني بقينا كل فترة حتى لو انا مش محتاج حاجة للعربية بعدي عليه ونشرب قهوة مع بعض وكلام زي. انت بتتكلم ازاي يعني؟ ما ينفعش. قال لي لا فعلا التيل ده مش اصلي، وطلع لي تيل من الاتيال القديمه الاصلي اللي عنده، وشال الحديده الصاجه اللي بتبقى على التيل ده، وقال التيل الاصلي بيبقى اللون كذا والشكل كذا وكذا كذا 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 كذا، فالتيل اللي معاك ده شبه الاصلي بس هو مش اصلي. يعني لعبه من الالعاب اللي التجار بتعملها كده، اللي هي ايه، المغلف، اللي هو يحطوا لك في علبه شكلها اصلي لكن التيل نفسه اللي جوه بيبقى مضروب. يا ريته حتى بجوده الهاي كيو اللي اقل من ربع ثمنه. يعني يا ريته حتى بجودة الهاي كيو اللي اقل من ربع ثمنه. فكان معايا التيل الهاي كيو بتاعي القديم اللي ركب في العربية سنة ونص، و كنت انا يعني سبحان الله ما رميتوش، يعني كان باقي فيه مثلا تلته، مثلا تلت اللحم بتاع التيل كده. فقلت له خلاص ركب لي انا التيل القديم بتاعي ده، بحيث ان انا همشي عليه واشوف لو حسيت ان الموضوع فرق معايا والفرامل رجعت مظبوطه زي الاول يبقى كلامك انت صح. لو ما حسيتش بفرق يبقى العربيه فيها مشكله، وساعتها انا هحتاج ان انا يا اما اقف بقى افك كل حاجه واجمع كل حاجه من اول وجديد، يا اما ان انا اودي العربيه التوكيل وهم يتصرفوا فيها. فركبت التيل الهاي كيو بتاعي اللي اشتغل سنة ونص في العربية، وباقي فيه يجي تلت التيل يعني المفروض ان هو خلصان يعني، ما تيل تعبان يعني تيل يعاني.
فما فيش، مجرد ما طلعت من عنده ومشيت على الطريق واتحركت ورايح جاي وبتاع، الفرامل ظبطت، الاي بي اس ما عادش بيتدخل بدري. يعني كنت رحت اماكن او طريق ما فيهوش ضغط عربيات وما فيهوش ناس وبتاع، بحيث ان انا اجرب، يعني ما انا راجل مفترض ان انا عندي خبره لا باس بها في الموضوع يعني. فافرمل واهدي واكبس فرامل فجاه وبتاع، لا الدنيا ظبطت. طب يعني معنى كده ان الراجل ده غشني؟ راجل انا بعتبره اخويا وبتاع، المفروض ان هو كده غشني؟ خدت التيل وطلعت له. يا ابن الحلال، انا مش عايز اذكر اسماء لان انا محترم ان انا يعني في بيني وبينه عيش وملح، مش عايز اذيه في اكل عيشه، ولكن هكمل لكم. يا ابن الحلال، حصل واحد اتنين تلاتة والتيل راكب في العربية بقى له قد كذا، وانا مش جاي لك على فلوس. يعني انا مش جاي اقول لك ان القيمة اللي انا دفعتها اللي هي زادت دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده للضعف تقريبا، ان انا عايزها مثلا. انا جاي اقول لك ان التيل ده مبلط، وان التيل ده وفقا لكلام راجل خريج كلية هندسة، التيل ده مش اصلي. وهو وراني التيل الاصلي هناك بعينه، قال لي ازاي ومش ازاي، وبيني وبينك التوكيل وخد واطلع على التوكيل، ولو قالوا لك في التوكيل ان هو مش اصلي وبتاع يبقى لينا حساب ولينا. قلت له لا لا لا، لا لينا حساب ولا بتاع. انا راجل كان هعمل حادثه هيضيع فيها عربيتي، وممكن انا شخصيا اتاذي، ولو كان حد من عيالي معايا كان ممكن يتاذي. يعني كفايه كفايه كفايه، يعني ايه آه، اشتغالات يعني. فازاي ومش ازاي وخده معاك ومش خده، قلت له لا انا مش هاخده معايا. رحت سايبه له على يعني حتى ما هو مرضاش يسيبه جوه المحل، رحت سايبه له على البسطه بتاعه المحل من بره وهو واقف يعني، وقلت له ما يلزمنيش خلاص. فهي الفكره كلها في ايه؟ ان خلاصة القول ده كله، انا بحكي القصة دي كلها ليه؟ علشان اقول لحضراتكم ان مهما كانت ثقتك في الشخص اللي انت بتجيب من عنده قطع غيار، لا، ما اليومين دول ما تأمنش. اليومين دول ما تأمنش، اليومين دول خون بزيادة مرتين تلاتة. لو مش هتجيب القطع من جوه التوكيل وتعمل صيانة جوه التوكيل، هتجيب من بره مثلا، فلا خون ما تأمنش. ولو قدامك بديل محترم انت بتثق فيه واقل في التكلفة، وانت جربته قبل كده مرة واثنين وثلاثة وكان اعتمادي معاك، توكل على الله واستخدمه. زي ما قلنا في زيت الفتيس، لو مش هتجيب زيت الفتيس من جوه التوكيل، هات الزيت المعتمد اللي بنفس المواصفات من شركة محترمة، من وكيل الشركة المحترمة في مصر، زي وليكن مثلا موتول ومانول مثلا الألماني. لكن ما تروحش تجيب زيت المفروض ان هو الزيت الاصلي من بره ويقول لك اصله مكتوب عليه بالكوري مضروب. الفترة اللي احنا فيها دي مضروب، وبيبيعوا لك بضعف الثمن اللي هو اصلا بيجيبوا بيه. تمام. زائد كده كمان الحاجات اللي ليها علاقة بقطع الغيار، التيل، الفلاتر، المساعدين من ضمن الحاجات برضو اللي موجودة، البوجيهات والقطع الكهربية بتاعت العربية. اي حاجة اي حاجة اي حاجة انت حاليا ممكن تبقى محتاجها لعربيتك، لو هتجيب بديل معتمد موثوق فيه وانت جربته قبل كده وكويس معاك حاليا، افضل من انك تجيب اللي مش اصلي او الاصلي من بره التوكيل. تمام. واخر حاجه عايز اقولها بقى، سواء للتجار الناس حبايبنا يعني اللي بيجمعني بيني وبينهم صداقه، او اتعرفنا عليهم من خلال الجروب وتعاملوا معانا بمنتهى الادب واحترام وحاجات زي كده، ان يعني لما يكون عندك حاجه انت مش واثق فيها قول انك مش واثق فيها. يعني ما تجيش حتى يوم ما تحب تشتغل حد تشتغل راجل ادمن جروب يعني. لان انا لا رضيت اقول الاسم ولا هقول الاسم، بس اللي هيسالني عليه بعد كده مش هنصح بيه. انا كنت بقعد في قعدات قبل كده وكان بيتذكر اسمه بشكل مش كويس وكنت انا اللي بدافع عنه. ويعني اخر حاجه حابب اقولها ليه، يعني لو الموضوع اللي بيني وبينك ديته فلوس فانا دفعتها. يعني لو انا اللي بيني وبينك ديته فلوس فانا دفعتها، لا فريق لي فلوس ولا فريق لي حاجه. كان فريق لي بس ان المفترض انا شخص اكلت معاك عيش وملح تصونه، بس تصونه. كونك ما صنتوش
فيعني الله يبارك لك، الله يبارك لك بقى في الفلوس، يبارك لك في اللي بتعمله. كان عندك علم وغشتني، ما كانش عندك علم وانت اتغشيت وغشتني وبعدين قبلتها عليا. الله يسهل لك ويبارك لك، ويعني ربنا يعينك. واللي هيسألني على الأماكن بتاعة القطع الغيار بعد كده، أنا هدله على الناس المحترمين اللي احنا بنتعامل معاهم. ويعني مش هجيب اسمك، ولو اتقال اسمك هحكي تجربتي في اللي حصل معاك. فالله المستعان. طولت عليكم، أنا آسف، وقعدنا فترة طويلة ما تواصلناش مع بعض، حقكم عليا. بس زي ما قلت لكم، من ضمن الحاجات اللي مش عايزين نطلع نقول كلام مكرر وحاجات زي كده. فيعني الله المستعان. نشوفكم على خير إن شاء الله. يلا، سلام عليكم.